ازاي تفضل مركز في عالم مليان مشتتات؟ في زماننا دلوقتي التشتت بيزيد بشكل كبير. بنواجه صعوبة في تعلم الحاجات المفيدة والمذاكرة وتحقيق الأهداف بسبب كثرة المعلومات والتشتت اللي بقى حوالينا. بس ما تقلقش، في مهارة بنقدر نتعلمها وتساعدنا نذاكر صح وبنركز بدون ما نتوه. خلينا نعرف ايه هي المهارة دي وايه أهم 3 خطوات عشان تقدر نطبقها عشان نفضل مركزين. تابعونا في سكيلتايزر، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو بتتابعنا على الفيس، اعمل فولو واعمل سبسكرايب لو بتتابعنا على اليوتيوب. Skilltizer. خلينا نبدأ الأول بالمشكلة. مع زيادة البلوجز والمقالات والارتيكلز والفيديو على اليوتيوب والتيك توك وكل الحاجات دي اللي بتدينا إشباع فوري، بتصعب علينا إننا نركز في المهام والمذاكرة اللي مطلوبة مننا بشكل يومي. وكمان جودة المذاكرة بتقل والإنتاجية بتقل والأفكار المهمة بتضيع في وسط زحمة المشتتات. المفتاح هنا هو ان انت تتغلب على التشتت وتنجز اكتر في وقت اقل. بس هنعمل ده ازاي؟ هنعمل ده بان احنا هنطور مهارة او سكيل اسمها العمل العميق او الديب وورك. ودي ليها 3 مبادئ رئيسية، او نقدر نقول 3 خطوات هتساعدنا عشان نقدر نطبقها. خطوة رقم 1: ركز في مهمة واحدة لأطول فترة ممكنة. المهام المتعددة بتأثر بشكل سلبي على الإنتاجية. الانتقال بين المهام بيشتت التركيز وبيضيع الوقت والطاقة. وأحد الحلول هنا عشان نقدر نستمر ونركز لأطول فترة على مهمة واحدة إن إحنا نستخدم تقنيات زي تقنية البومودورو. وهي باختصار إن أنت بتقسم المذاكرة لفترات من التركيز العميق ليكن 25 دقيقة او اكتر، وبعد كده بتاخد راحة قصيرة 5 دقايق بس، بشرط ما تستخدمش فيهم التليفون او اي حاجة تعمل لك disturbance. هنشرح التقنية دي وكل طرقها المختلفة بالتفصيل في فيديوهات جاية، فما تنساش تتأكد ان انت متابعنا. المهم في الخطوة دي انك تتحدى نفسك انك تشتغل وتذاكر من غير ما تتشتت او تروح تعمل تشيك على الموبايل او الواتساب او الفيس او وات ايفر لفترة طويلة. دي اهم حاجة، هتركز لفترة طويلة. مع الوقت والتدريب والتدرج في الفترات اللي انت تقدر توصل لها بتركيز مستمر، الموضوع هيظبط معاك. وخلينا نخش على الخطوة رقم 2. خطوة 2: تحمل الزهق. ودي مهمة جدا عشان تقدر تطبق القاعدة الأولى، لأنك لما بتذاكر لفترات طويلة هتزهق، فمحتاج تدرب نفسك على التحمل على الزهق. أول ما بتقعد تشتغل على مهمة أو تذاكر درس الهرش بيشتغل. خليني أكل حاجة تنشطني، عاوز أدخل الحمام للمرة ال5 النهاردة أو أجهز أكل للشهر الجاي. العقل بيحب التنوع والتحفيز المستمر، وده بيخلي الأمور صعبة لما بنشعر بالزهق. الحاجات اللي بتعطش العقل للإشباع الفوري أو اللي احنا بنسميه الجانك دوبامين، واللي بتزود من صعوبة إننا نركز أو نستمتع بالأشياء البسيطة اللي بتكون ليها تأثير مرضي جدا لينا. زي مثلا إيه آخر مرة أنت فاكرها ركزت فيها في وجبة حلوة كنت بتاكلها من غير ما تتفرج على فيديو على اليوتيوب أو التيك توك؟ أو آخر مرة رحت فيها الحمام من غير ما تاخد التليفون معاك؟ تحمل الزهق يعني إننا لازم نقاوم رغبة عقلنا في الهروب من اللحظات المملة اللي بتتطلب مننا وضع حدود قوية وصارمة مع استخدام السوشيال ميديا. واعاده تعريف العلاقه ما بينك وما بين السوشيال ميديا، ان مش مطلوب ان السوشيال ميديا تبقى في كل اوقاتك، مطلوب ان انت تقعد فترات تتحمل فيها الملل لانك مركز على حاجه مهمه هتوصلك لهدفك. ومع الوقت العقل هيفهم ان احنا مش بنهرج وهيتاقلم مع الوضع الجديد ويبقى طبيعي عنده. وبالتدريج هتزيد المستويات اللي عقولنا بتتحملها من الزهق، وهنقدر نتحكم في التركيز بتاعنا لفترات أطول. وخلينا ندخل على الخطوة رقم 3. ثالث خطوة: التركيز على المهام الرئيسية. المهام الصغيرة والمشاريع الجانبية بتكون أدواتنا للتأجيل العمل الحقيقي أو الديب وورك اللي لازم نعمله، زي مثلا المذاكرة. العقل عنده حيل بيستخدمها عشان يبعدنا عن المذاكرة لمهام تانية فرعية ملهاش لازمة. بنلاقي طرق كتير تخلي عقلنا مشغولين بحاجات صغيرة. وعشان نكون صادقين مع نفسنا، الشغل الحقيقي او الديب وورك اللي لازم نعمله اللي هو بيحقق لنا النتائج الملموسة والتغير الحقيقي في حياتنا
وهو اللي بيحقق الأهداف والتقدم في المهام الرئيسية اللي هي بتستحق وقتنا وجهدنا. وعشان كده علينا ان احنا نعترف ان احنا بس المسؤولين عن تحقيق اهدافنا. بنلوم التشتت والفيسبوك واليوتيوب، ولكن في النهاية احنا اللي بنختار ازاي نقضي وقتنا وازاي نضيع طاقتنا. وعشان كده مهم ان احنا نبني مهارة الديب وورك او الديب ستادي، ونركز في المهام الأساسية ونعمل على تحقيقها بالطريقة الصح والأطول فترة ممكنة. اعتبر التشتت فرصة وتحدي في نفس الوقت. واجه الفوضى في حياتك واستخدمها لصالحك. اختار مهمة واحدة أو 2 من المهام الرئيسية، سواء كان درس أو مسألة معينة أو تاسك معينة أنت هتشتغل عليها، واكتبها في ورقة قدامك وخصص لها وقت للتركيز العميق وانجزها. ممكن الموضوع في الأول ياخد شوية وقت عشان تقدر تمارس مهارة الديب وورك، ولكن بالمثابرة والتدريب المنتظم هتكتشف ان انت بتتطور وتحقق نتائج افضل مما تتخيل. وفي النهاية خليك فاكر ان التركيز هو مفتاح الانجاز، ولو قدرت تتغلب على التشتت وتطور مهارة العمل العميق او الديب وورك هتلاقي نفسك اكتر انتاجية ورضا عن تحقيق اهدافك. خد قرار دلوقتي بان انت تحول التشتت والفوضى اللي في حياتك لتركيز، وحاول تطبق ال3 قواعد اللي احنا قلنا عليهم عشان تقدر تحقق التركيز وتقدر تحقق الديب ووركينج. وباختصار ال3 قواعد تاني هو: ركز في مهمة واحدة لأطول فترة ممكنة. 2 اتحمل الزهق. 3 التركيز على المهام الرئيسية. في الآخر اكتب لنا في التعليقات ايه المشاكل اللي بتواجهها وتمنعك ان انت تذاكر بعمق وتركيز لفترات طويلة، وممكن نعمل لها فيديو مخصوص. وفي الآخر تابعونا في سكيلتايزر. ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتابعنا على الفيسبوك، وسبسكرايب لو بتتابعنا على اليوتيوب. وسلام.